بعجينه وحده غادي تحضري المالح والحلو، واحد العجين اللي كيجي خفيف وقطني وسهل ما فيهش المكونات. وحتى هاد المملحه هادي غادي نشارك معكم حشو الاقتصادي وكيجي رائع، كيجي معلك من الداخل وفيه واحد البنه اللي رائعه بزاف. اللي عجباتو الوصفه يتبع معايا الطريقه. اول حاجه غادي نبداو بها العجينه. عندي 3 ديال الجبانيات ديال الدقيق الابيض وجوج معالق كبار ديال الخميره اللي دوبتهم في الماء وياغورت طبيعي وشويه ديال الخل، شويه ديال السكر ونص كاس ديال العنبه مخلط بين الزبده والزيت. صافي غادي نعجن هاد الدقيق بالماء دافي حتى نحصل على عجينه اللي كتكون مدلوكه ومتماسكه. غادي نغطي عليها ونخليها حتى كتخمر. في واحد المقيله غادي نضيف شويه ديال الزيت ونخليه حتى كيسخن، وغادي نزيد عليه البصله وشويه ديال الملحه ونخليها حتى كتشحر بهذا الشكل هذا. وغادي نزيد عليها الفلفله حلوه اللي مقطعه ومعلقه كبيره ديال الثوم بودر. صافي غادي نخلي كل شيء يتشحر مره ثانيه حتى نحصل على هذا الشكل هذا. وغادي نزيد معلقه صغيره ديال الموطارد، دانون السوس وغادي نزيد علبه ديال الطون ديال الزيت والفرماج الاحمر. صافي غادي نحرك كل شيء مزيان حتى كيذوب الفرماج، وكنحصل على هذا الحشو بهذا الشكل هذا. وغادي نخليه حتى كيبرد وندوزو باش نشكلوا العجينه. من بعد ما خمرات غير دفيوها مزيان، راه دغيا كتخمر. صافي غادي نحيد منها الهواء ونشكلها كويرات بهذا الشكل هذا. يعني العجينه غنقسمها على جوج، كويرات يكونوا كبار وكويرات يكونوا صغار بهذا الشكل هذا. الكبار غادي نستعمل فيهم الحشو المالح، وهاد الصغار هادو غادي نديرهم للحلو. وغادي نبداو بالمالحين. غادي ناخد واحد الكاس ونضغط عليهم من الوسط بهذا الشكل ونعمرهم بالحشو. راه ما شاء الله هاد العجينه هذه كتخرج لنا كميه اللي تكون كبيره. صافي هنا غير العجينه حاولوا تخلوها شويه رقيقه باش يجيكم الفطائر مزيانين. صافي غادي ندهن هاد الجناب هادو بالبيض اللي ضفت له شويه ديال الخل، ومن بعد غادي نرش عليهم شويه ديال البودور الخشخاش بهذا الشكل هذا. وغادي نزيد عليهم شويه ديال الفرماج وندخلهم الفران اللي يكون سخون من قبل، اللي شاعل من الفوق ومن التحت حتى كيتحمروا. وندوزو باش نحضروا الفطائر الحلوين. عندي هنا كاس كبير ديال العنبه ديال الحليب مع 3 المعالق كبار ديال السكر، 2 معالق كبار ديال كريم باتيسري. غادي نحرك الحليب مزيان ونخليه فوق البوطه حتى نحصل على كريمه اللي كتكون عاقده. والكبيرات الصغار حتى هما غادي نضغط عليهم بالكاس من الوسط، وغادي نضيف لهم شويه ديال الشكلاط. وهاد الجناب هادو غادي ندهنهم بالبيض والكريم باتيسري. من بعد ما عقدات غادي نزيدها بهذا الشكل هذا. ممكن تضيفوا حتى كريمه ديال الليمون الا بغيتوا تعوضوا كريم باتيسري حتى هي كتجي زوينه. صافي غادي نعمرهم كاملين وندخلهم الفران حتى هما يطيبوا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا، كيجيو رائعين. المذاق ديال الحوت كيجي رائع في هذه المملحه هذه، واللي بغى يعوض الحوت بالكفته حتى هي كتجي مزيانه، ولكن المذاق ديال الحوت كيجي رائع في هذه المملحه هذه. وبالنسبه لهاد الحلوين حكيت عليهم شويه ديال الشكلاط من الفوق. وحتى العجينه كتجي خفيفه وقطنيه، ممكن تشكلوا منها بزاف ديال المملحات غادي تعتمدوها. عجينه اللي بسيطه وفي نفس الوقت كتجي زوينه بزاف.
وصلنا النهاية ديال الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديدة.